هدية رفعتها كل الظروف وهزمتها، ومع كل مهنة بحبه. أخيرا انتهينا من الدورة الرمضانية، سميها الدورة الصيفية، سميها الماتشات الودية، سميها زي ما انت عايز، على كيفك يعني. بصراحة يعني النهارده اخر ماتشات في البطولة اللي هي الودية بتاعت النادي الاهلي والفرق الضعيفة او اللي هتهبط. فان شاء الله بقى من يوم الجمعة نتفرج بقى على المستوى بجد، المستوى اللي هو كنا بنأمله الفترة اللي فاتت دي، ان يبقى في ماتشين ضعاف مع ماتش قوي، ماتشين ضعاف. ده كان في صالح النادي الاهلي، مش هيبقى في صالح حد تاني يعني. على الاقل كان المستوى هيترفع والمستوى هيزيد والكلام ده. فخلاص النهارده كسب النادي الاهلي 2-0. انا من خلال تحليلي المباراه النهارده بقول ان مصطفى شوبير نجم المباراه، انقذ فريقه النهارده من هدفين محققين، انفرادين كاملين مكملين، يعني لو واحده دخلت فيه لا يسأل عنها. فالنهارده انقذ فرقته ببراعه. ودي غريبة يعني، غريبة ان الراجل بعد الفترة اللي فاتت دي وقاعد وفي شد وجذب، هيلعب مش هيلعب، ولعب الشناوي وهو برضه قاعد ومركز، حاجة تحسب له بصراحة يعني. وينزل ويبان بالمستوى ده، والله يعني انا بحييك يا مصطفى على تركيزك وعلى ان انت في اي وقت جاهز، وبتثبت للناس اهو ان الظلم مالوش رجلين. يعني بعد الهدف الماتش اللي فات اللي دخل في الشناوي، اعتقد يعني ان هو لازم يريح لو النادي الاهلي عايز الدوري بجد، لان الشناوي يقلق ويخوف، لان لسه ما دخلش فورمه خالص يعني. شوفوا لعب كم ماتش، ماتشين في افريقيا مع المنتخب، وكم ماتش الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي، ولم يظهر بالمستوى اللي هو يؤهله ان يحرس مرمى النادي الاهلي يعني. فشابوه لمصطفى، وانا بقول من نجم من نجوم المباراه النهارده مصطفى شوبير. النادي الاهلي بيلعب مع طلائع الجيش، الفريق اللي هو لا حول ولا قوه له. الاهلي في اي وقت هيكسب، مباراه سهله، مباراه ما فيهاش اي صعوبه غير الاثنين الانفرادين، والانفراد الاولاني بسبب تخاذل او تباطؤ او ثقه محمد عبد المنعم. الراجل بياخد الكره بيروح لشوبير وشوبير بيصدها. الكرة التانية برضو في غفلة من الديفنس كده اهو بانفراد، والراجل حطها برجله الشمال، اللي هو لعيب نادي الطلائع، بيطير عليها وترجع لعماد متعب بيكملها ويطلعها تاني شوبير ببراعة يعني. بس دي ابرز الحاجات. طبعا الشوط الاولاني طبيعي النادي الاهلي يهاجم بس ما يجيبش جوان، طبيعي يعني، لان اصلا فرقة جاية واقفة ورا يعني. المهم ادرك المحظوظ كولر وقام جاي عمل 3 تغييرات. طب 3 تغييرات انت بتبدا بيان ازاي على واحد زي زي عمر كمال عبد الواحد؟ ازاي يعني؟ اديني احساس ازاي تبدا بمحمد هاني على عمر كمال؟ وبعد كده طلع مروان عطيه ونزل السوليه، اللي السوليه ده بقاله فتره بيحرجه، ورغم كده بيجي جاي عليه وهو مقعده، وبيلعب الناس اللي هي كورتها قديمه من زمان، ما عدا اكرم توفيق. بس اكرم توفيق اللي يستاهل يلعب سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر. بس فاللعب روتيني واللعب عادي لغايه ما عمل التغييرات ونزل حسين الشحات والسوليه، فرقوا كتير. وطبعا عمر كمال اللي عمل الاسيست بتاع الجون الثاني، فرقوا كتير قوي في اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي جاب جون في اول 5 دقائق من الشوط الثاني، وبعد كده جاب الجون الثاني وسام علي بتحرك عالمي. وانا ما اعرفش انت كنت بتقعد ده لمودست ازاي، انا ما اعرفش، عشان تعرفوا بس ان راجل مفلس فنيا والله. بس هي ارزاق، هو ماسك النادي الاهلي ارزاق يعني. مودست ده ما يلعبش على اي حد ولا اي ناشئ في النادي الاهلي، مش لا كهربا ولا اسامه ابو علي ولا لا اي حد ناشئ في النادي الاهلي من اول المسابقات السنيه اللي موجوده من اول 13 سنه لغايه 20 سنه. كراس حربه ما يلعبش على اي حد فيهم، ما بالك بقى اسامه ابو علي وكهربا. على العموم تحرك عالمي من وسام، اكبر عمر كمال انه يحطها له، خد المدافع في ظهره ولف بقى هو والجون وحط الجون الثاني، وجاب جون ثالث بس كانت الكره لمست في ايده.
بس فكل المجمل الاهلي جاب جونين مع فرقه مستسلمه للهزيمه، فرقه ملهاش اي انياب الشوط الثاني خالص، وانتهت المباراه على كده. ولكن المباراه هتبدا من يوم الجمعه، الدوري هيبدا بجد من يوم الجمعه، فنتمنى نتفرج على مباراه قمه في الاداء، قمه في الروح الرياضيه، قمه في الفنيات. ونشوف بقى فعلا الدوري يبدا بقى بجد من بدايه المباراه دي. انسى بقى اللي فات بقى، واحنا عايزين نتفرج ونتمتع من يوم الجمعه باذن الله. اللي يكسب هنقول له مبروك، واللي هيخسر هنقول له هارد لك، وان شاء الله باذن الله الدوري يولع من يوم الجمعه اللي جاي ده. فان شاء الله باذن الله احنا في الانتظار، وباذن الله تبقى بدايه الدوري الحقيقيه من يوم الجمعه. مفيش حجه بقى، مفيش حجه. عايز الفت نظر بس ان المسؤولين اللي هم في الكوره، طب النهارده ما تلعب بيراميدز الساعه 7 زي ما لعبت النادي الاهلي، او لو انت عايز تعمل كده ما تلعب الاهلي هو اللي يلعب الساعه 5:30 مش بيراميدز مثلا يعني. انما لا، لازم يلعبوا الفرقه عشان يتعبوها نفسيا وفي الحر ويهلكوها، عشان لما تيجي المسؤولين. انا ماليش دعوه بالنادي الاهلي، انا ماليش دعوه، انا بتكلم على اللي حاطط الجدول ده والمواعيد بتاعه الماتشات. يعني لاعب كده مره الاهلي الساعه 5 او الزمالك ما تقدرش، الا في الشتاء ماشي، انما غير كده لا. على العموم السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معجون كوره. ومعانا النهارده الكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا عبد العال بيقول لنا، يعني هو بيلمح برضه لمسؤول اتحاد الكوره، لكن بيقول لنا الدوره الرمضانيه خلصت والنادي الاهلي هيبقى عنده مباراه قويه جدا امام بيراميدز. هو الدوري هيبدا من هنا، وان شاء الله نكون عند حسن ظن كل جماهير قهوه الخواجه. لكن احنا كقهوه الخواجه احنا عاملين مسابقه للي هيكسب، اللي هيتوقع صح ان شاء الله، وبامر الله يكون التوقع يكون صح بامر الله، وهيكسب كارت شحن محترم جدا ايا كانت شبكتك. ويا رب الحلقه تكون عجبكم. اسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.